طيب دلوقتي انا هبتدي الجزء التاني من مراجعة مادة الالجوريثم. هبتدي اشرح الباينري تري والماكس هيب. في الجزء اللي فات انا كنت شرحت السيرش تكنيكس والحاجات دي، وان شاء الله في الفيديو الجاي هشرح الرننج تايم والاوردر والبيج او والحاجات دي كلها. طيب تعالوا نشوف موضوع الجزء ده اللي هو باينري تري والهيبس، وتحديدا الماكس هيب، لان هو ده اللي احنا هنمتحن فيه ان شاء الله. خلينا اول نوضح حاجه. تمام، انا عندي الباينري تري. ايه تعريفها اصلا؟ الباينري تري هي تري عاديه جدا، ولكن الماكس تشايلد لكل بيرنت هما 2. يعني انا دلوقتي في كل بيرنت الماكس بتاعي ما اقدرش ازود اكتر من دي. كده باينري تري، ماشي. دي كده باينري تري، لكن دي كده برضو باينري تري. ليه؟ انا عندي هنا 1 بيرنت 1 تشايلد عادي، لكن جيت هنا مثلا برضو باينري تري. طب جيت كده، لا كده مبقتش باينري تري. ليه؟ في هنا حد عنده اكتر من ايه؟ من 2 بيرنت، من 2 تشايلدز. يبقى انا كده كل بيرنت عنده 2 تشايلدز اونلي، او 1 تشايلد، او 0 تشايلدز. تمام. طيب دي حاجه. الحاجه التانية، انا بترجم التري دي على شكل اري. لو هنلاحظ هنا هنبص ان انا هنا بتكلم واحد اتنين تلاتة. ايه ده؟ مش المفروض الاري ببتدي من الزيرو؟ انا هنا يا جماعة ما بتكلمش على الاندكس، انا هنا بتكلم عن يعني الترتيب، او بمعنى اصح الاوردر بتاعهم. حلو كده. فانا دلوقتي لما اقول مثلا ادي الايه العنصر ايه ده الاوردر بتاعه 1، فانا هنا علشان اللخبطه وعلشان اقدر اطبق القوانين اللي بعد كده هبتدي اشتغل عليها وكل الكلام ده، هبتدي اقول ان اول عنصر عندي بيبتدي من الترتيب او من الاندكس 1. تمام. ولكن ده الترتيب انا في الاري. لو انا بعمل امبلمنتيشن للكود في اي لغه برمجه، الاري بتبتدي عادي من الصفر، ولكن هنا عشان اللخبطه انا هبتدي من 1. تمام. وده هيكون الترتيب، اول عنصر، تاني عنصر، تالت عنصر، مش الاندكس نفسه في الميموري يعني بشكل واقعي. طيب خلينا نقول مثلا انا عندي اهو ده. تمام. ده العنصر ده البيرنت. فالبيرنت في الاندكس اي. تمام. طيب اندكس اي ده اللي هو رقم الاندكس بتاعه عادي. ادي ده بيرنت، ادي ده بيرنت برضو على فكره، ده بيرنت. فهو في الاندكس اي الاي هنا ايكوال 2، الاي هنا ايكوال 1. تمام. طيب لو انا بقى عايز اجيب الليفت تشايلد بتاع ال البيرنت ده من الاري بقى، يعني انا بسيرش هنا في الاري قدامي هنا، هعمل ايه؟ هقول تعالى بص، العنصر العنصر ايه ده الاندكس بتاعه ايه هنا عندي 1. تمام. يبقى هضربها في 2 ملتبلاي 2، يبقى ده الليفت تشايلد. هتقول لي طب لو انا عايز الرايت تشايلد، تمام، هقول لك اضربه في 2 بلس 1. تمام. هتقول لي حلو، تعال نطبق الكلام ده هنا كده على الاري اللي تحت دي. الايه اللي هو ده، تمام، الاندكس بتاعه واحد، انا عايز الرايت تشايلد بتاعته. تمام. هضرب ال1 في 2، فهيطلع لي 2. فهبص كده هلاقيه بي. هل هو بي فعلا؟ اه ده هو فعلا بي. طب تعالى كده نجرب تاني ونشوف الليفت المره دي الرايت تشايلد. تمام، ده الليفت تشايلد. انا اسف لو قلت رايت، مش متذكر يعني، معلش. المهم يعني انا عايز الرايت تشايلد اللي هو السي. تعالى كده نعمل الفانكشن دي، او اسف القانون التاني ده. تمام. يبقى هو الاندكس بتاعه 1 ملتبلاي 2 اللي هو في القانون عندي بلس 1. تمام. يبقى ده الرايت تشايلد اللي هو هتدينا 3. تمام. هبص على الاندكس رقم 3 هلاقيه سي فعلا اهو. طب ما تيجي نطبق الكلام ده مثلا على السي نفسها. تمام. تمام. تعال نبص على السي نفسها. لو انا عندي السي دي، تمام، الاندكس بتاعها كام؟ الاندكس بتاعها بتلاتة. لو انا عايز الرايت تشايلد بتاعها، تمام، طيب حلو، رايت تشايلد هاخد الاندكس وهقول multiply 2 plus 1. ده ايه؟ ده القانون بتاع الرايت تشايلد. فكده يبقى المفروض في الاندكس ايه 7. هبص على الاندكس 7، هبص ده الجي اسف فعلا اهو. ده فعلا الرايت تشايلد. تعالى كده نشيل البلس 1 دي علشان نجيب الليفت تشايلد اللي هو القانون بتاعه 2 ملتبلاي الاندكس. فالاندكس ب 3 ملتبلاي 2 هيطلع لي 6. تعال نبص كده في ال 6، فعلا هو الاف اللي هو الليفت تشايلد اهو، مظبوط.
طيب طيب لو انا عايز اجيب البيرنت بقى، يعني انا عندي مثلا الجي ده، تمام، وعايز اجيب البيرنت، هقسمه على اتنين. لو انا عندي مثلا ادي الاي اللي هي هنا 7، في حالتنا دي 7 في حالة الجي، وقسمته على اتنين، هتقولي طب ما ده هيديني 3.5. هقول لك انت بقى ايه، تجاهل ال3.5. هنا انا هنا باخد الانتجر بس، الرقم الصحيح، تمام. يعني مثلا لو انا عندي عايز اجيب البيرنت بتاع الجي وهو 7، هقوم قسمه على 2، هقسم الاندكس بتاعه على 2، واللي هيطلع لي هاخد منه الرقم الصحيح بس اللي هو 3. هي في الحالة دي يعني. هتقول لي طيب لو انا عندي السي عايز البيرنت بتاعها في انهي اندكس، هقول لك السي هي الاندكس بتاعها رقم 3، فهاخد 3 وهقسمه على 2، هيطلع لي 1. هتقول لي ده هيطلع لي 1.5. هقول لك يا باشا، ما الهاف ال 0.5 دي هتتشال، لان انا عايز الرقم الصحيح بس اللي هو في الحالة دي هيكون 1. يبقى ال1 هنا هو فعلا الايه، البيرنت بتاع السي اللي هي ايه. طيب هنا بقى معلومة كده، بيقول لك ان الهايت هاز ماكسيمم نمبر اوف نودز. القانون ده هو بيديك تو. لو حطيت هنا مثلا رقم الهايت، فمثلا عندي ده الهايت ده 0، الهايت ده 1، الهايت ده 2، وهكذا. ونقص منه واحد هيديني الماكسيمم نمبر اوف نودز هنا. فهنا مثلا الماكسيمم نمبر اوف نودز هلاقي هنا ايه، هلاقي هنا 4، تمام. لما اقدرش اضيف اكتر من كده، وهكذا بقى. طيب هنا بيقول لي ان انا عندي حاجه اسمها فول باينري تري. شايف دي فول باينري تري، دي ما فيهاش ميسنج اليمنتس خالص. لو انا عندي حاجه زي كده، ما اقدرش اسميها فول باينري تري. لو عندي حاجه زي كده مثلا، ما اقدرش اسميها فول باينري تري. عملت حاجه زي كده سميتها فول باينري تري. تعالى، ممكن اعمل حاجه زي كده، ممكن ما اقدرش اسميها فول باينري تري. هو بره المنهج شويه، ممكن اسمي دي فول باينري تري ولكنها مش بيرفكت. يعني ممكن اسميها، لا معلش انا اسف، دي كده كده بقت فل. ليه؟ لان الميسنج هتلاقيه بس على الشمال هنا، تمام. هتلاقيه على اليمين، اسف، يعني الباقي على اليمين. فدي فول باينري، بس على اساس المكتوب في المنهج عندنا ان هي نو ميسنج اليمنتس خالص ان اري. معلش انا اسف، ان اري. تعالى نطبق الكلام ده على الاري. احنا ما بنطبقش الكلام ده على الشجر. تعالى كده، تعالى نطبقه على الاري. لو انا جيت قلت هنا انا هشيل الجي، تمام، فجيت شلت من هنا الجي. هو هنا في الاري علشان هي 7، فانا ممكن اقول ان هي يعني not full binary tree. بس انا لو شلت الجي، هو المفروض يعني الاري نفسها هتبقى ستة بس، هتبقى 6 عناصر. فساعتها ممكن اقول عليها full binary tree. حتى لو دي يعني، اهو في الحالة دي كده، يعني في الحالة دي هي دي برضو تعتبر full binary tree. انا ناقصني هنا فعلا، انا ناقصني هنا واحدة. بس انا في الحقيقة في الاري هنا انا مكملهم كلهم. هم هنا دول 6 عناصر عندي، انا مكملهم هنا 6 عناصر في الاري، تمام. طب لو انا جيت قمت شايل دي بقى. تعالى كده، تعالى كده ندي المثال ده عشان مهم. لو انا جيت هنا وخليت اعتبرت الاي دي مش موجوده خالص، كانها مش عنصر خالص معايا، وجيت طبقت القانون بتاعي، كل القوانين دي كده علشان احط الاي بي سي دي اف جي عند جوه الري قصدي. فهاجي احط كده اهو، تمام. وهاجي اطبق، هقول ان الاي في 1، البي في 2، السي في 3، الدي في الفور، تمام. وهاجي اطبق القانون على الاف علشان هي تشايلد اوف سي، فهبص على السي. السي هنا ب 3، لو انا عايز الليفت، عايز اخزن الليفت تشايلد بتاعها. طيب الليفت تشايلد هضرب هنا ال 3 في 2، فالمفروض ان هي الاف تبقى هنا 1 2 3 4 5 6. فالاف هيتحط هنا في الاندكس 6، فال5 هيفضل ايه، فاضي. ففي الحالة دي انا عندي هنا في النص ايه، عندي هنا في النص كده من ناحية الشمال في حاجة ناقصة. لكن عارف لو من ناحية اليمين عادي، انا العنصر ده اصلا مش هيبقى موجود، تمام. فدي ممكن اسميها فول باينري تري، تمام. طيب تعالى بقى للهيب. الهيب هي حاجة اسمها كومبليت باينري تري، تمام. ايه الفرق بين الكومبليت
والفول ان الكومبليت هي يعني لو جيت مثلا قلت لك هنا عندي تري زي دي، بص كده، هي انا ممكن ما اعتبرش مثلا دي فول باينري تري، لكن ممكن اعتبرها كومبليت. هي كل حاجة عند يعني ده مليان، ده مليان ما يقدرش ياخد نودز اكتر من كده، ده مش مليان بس وما يقدرش ياخد نودز اكتر من كده. عارف لو نزلت واحدة هنا ده ما بقتش كومبليت. طب ليه بقى؟ ده ده كده اول ليفل، وده تاني ليفل، وده تالت ليفل. تالت ليفل ده عندي المفروض ان هو الاخير. لو الليفل ده مش مليان مش مشكلة، اعتبرها كومبليت. لكن افرض ان تحتيه ليفل كمان اهو، في الحالة دي بقى عندي ليفل هنا كمان اهو، هنا كده بقى عندي ليفل كمان اهو، يبقى ده كده الليفل التالت ده مش الاخير، وانا عندي هنا الليفل التالت ده ناقص مش كومبليت. يبقى ايه؟ يبقى دي ما اعتبرهاش كومبليت ايه باينري تري. لكن افرض انا عندي مثلا هنا عادي الليفل التالت ده مليان، وجيت في الرابع هو اللي ناقص، ساعتها اقول عادي دي كومبليت ايه، دي كومبليت باينري تري. فالهيب هي كومبليت باينري تري، وانا هاخد الماكس هيب. فتعالى نعرف ازاي هنعمل الماكس هيب ده. اولا هعمل انسيرت ان ماكس هيب لو انا عندي بالفعل ماكس هيب، تمام. وهشرح يعني ايه ماكس هيب دلوقتي. لو عندي ماكس هيب انا بحط تعال اول نشرح الماكس هيب. بص كده، هتلاحظ في الماكس هيب حاجه مهمه، ان العنصر البيرنت دايما هو اكبر من العناصر التشايلد بتاعته. فلو انا جيت هنا حطيت هنا 14 مثلا كده، ده ما بقاش ماكس هيب. لازم كل بيرنت يبقى ايه، يبقى اكبر من التشايلدز. ودايما ال النود اللي هي بتبقى الاولانيه خالص اللي بيسموها روت، اللي هي في اول ليفل، دي بتبقى اكبر رقم، اكبر قيمه. تمام تمام. طيب تعالى بقى انا هعمل انسيرت الرقم 7 مثلا هنا في الهيب ده. هو اصلا ده اصلا الهيب ده شكله الماكس هيب اصلا ده شكله اهو. بص كده، تمام. جيت انا هعمل رقم 7، هقوم عامل اد الاليمنت ده، هحطه في النكست افيلابل بوزيشن على طول في الديبست ليفل عادي، هحطه في تحت خالص. هتقولي طب ما ده مكانه مش صح. اقول لك ما انا عشان اخلي مكانه صح انا هعمل ايه؟ انا هعمل خطوات، بس انا لازم الاول احطه هنا في ايه، في الديبست ليفل. هحطه في ايه، في المكان المتاح مباشرة بعديه على طول. وهبتدي اقول انا محتاج اعمل سواب. تمام. ليه؟ لان السفن مش اقل من التلاتة، السفن اكبر من التلاتة، وانا لازم ما ينفعش التلاتة دي تبقى بيرنت على السفن وهي اصغر منها. ساعتها هطلع كده، تمام، السفن وهعمل لها سواب، ابقى اغيرها، اعمل حاجه اسمها ابورد اند سوابنج. تمام. واخليها بالشكل ده. هتقول لي طب ما انا كده برضو نفس المشكله، انا عندي هنا ال6 لسه اصغر من ال7. يبقى في الحاله دي أنا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل سواب تاني، واطلع ال7 هنا، واخلي ال6 هي اللي تنزل تحتيه هنا اهو. هقول لك تمام، تعال نبص، هنا بقت ال7 فوق. هل كده انا ماكس هيب؟ هقول لك اه، ما انا عندي ال7 ده اكبر رقم في الاريه عندي، او في التري، وفعلا هو مش فوقيه حاجه خالص. وهنا بينزل تحتيها كل حاجه، كل رقم التشايلز بتوعه اصغر منه بالفعل. طيب تعالى بقى نحل assignments. بيقول لك ايه، هل الاري دي ماكس هيب؟ تمام. طيب تعالى نعمل نرسمها علشان نعرف هي ماكس هيب ولا لا. انت بترسمها ازاي؟ تمام. برسمها بالشكل الآتي، برسمها بالقوانين اللي انا قلتها فوق بقى. ما عشان كده انا قلت لك القوانين دي مهمة تعرفها قبل ما تبتدي في الهيب، لان دي قوانين تخص الباينري تري. انا الهيب معتمد على الباينري تري، وبالتالي انا العناصر دي كلها هرتبها في باينري تري بناء عن القوانين بتاعتها. فانا هحفظ القوانين وعارف ان القانون بيقول ان ادي اول عنصر عندي اهو ال 23 اهو. تمام تمام. وهاجي ابص في الاري واشوف هو ده الاي بتاعه واحدة،
1 وادي 2 وادي 3 وادي 4 وادي 5 وادي 6 وادي 7 وادي 8 وادي 9 وادي 10. تمام. يبقى انا ال 23 برقم 1 تمام في الترتيب هضربهم في 2 علشان هجيب هضرب الاي ده او الرقم واحد ده في 2 عشان اجيب الليفت تشايلد اللي هو هنا هيكون 17. ليه؟ لان ال 17 في الايه الرقم في الاندكس رقم 2 اللي هو بيحقق القانون ده. طيب لو انا عايز اجيب الرايت تشايلد بتاع ال 23 هقول ان انا عندي الاي ملتبلاي 2 بلس 1 اللي هي في الحاله الاي دي هتبقى 1 لان الاندكس بتاع ال 23 1. فهقول بلس 1 هيديني ايكوال 3. فانا عايز العنصر رقم 3 اللي هو هيكون قيمته ب 14. تمام. هو ده الرايت تشايلد ده. طيب تعالى نجيب الرايت تشايلد الليفت تشايلد بقى بتاع ال 17. تمام. تعالى نجيب الليفت تشايلد بتاع ال 17. يا ترى هو مين؟ همسك نمبر 2، همسك الاندكس بتاعه رقم 2، هضربه في كام؟ هضربه في 2. تمام. ليه؟ ده القانون بيقول كده الاي ملتبلاي 2 وكده طلع لي 4. يبقى 4 اهي. تمام. الأربعة القيمة بتاعتها 6. الاندكس رقم 4 القيمة بتاعته 6. طيب هعمل نفس الكلام، هضرب 2 اللي هي الاي بتاعت العنصر 17 اللي انا عايز اجيب له الرايت تشايلد بقى المرة دي، هتبقى الاي ملتبلاي 2 بلس 1 اللي هي هتبقى 2 ملتبلاي 2 بلس 1 هتبقى 5. هاخد ال 5 العنصر رقم 5. العنصر رقم 5 هو القيمة بتاعته 15. فهنزل هنا واكتب كده 15 وهفضل اطبق نفس الكلام في ال 14. في ال 14 هنا هقول ان القيمة بتاعتي انا عايز اهو الليفت تشايلد، هضرب الاندكس بتاعه في 2 هيبقى 6. الستة ايكوال 10. هاجي عند ال 10 وهاجي عند ال 14 تاني، عايز الرايت تشايلد المرة دي هدوس هضربها في 2 وهزود عليها 1 هيبقى هنا رقم 1. طيب هنفضل نمشي بنفس الطريقة دي لأن هو حل بقى خلاص. احنا كده هناخد وقت كبير، بس حبيت أوضح الفكرة بتمشي ازاي. تمام. وفضل يعمل نفس الكلام لحد ما بص هنا لا إن أنا عندي في هنا مشكلة، ده هو حاطط مش مرتبهم صح. يبقى في الحالة دي هو السؤال بيقول لك إزيتا ماكس هيب، هل دي ماكس هيب الأري دي الفاليوز بتاعتها بتكون ماكس هيب؟ هنا أنا بكل بساطة بعد ما أرسمها وأتأكد هقول له it's not a max heap. تمام. طيب هنا بيقول لي ايه المره دي بقى؟ بيقول لي انا عايزك تعمل insert تمام للفاليو 10 في الماكس هيب اللي اسمه ايه اهي. وده الماكس هيب اللي اسمه ايه اهو. قول له تمام عينيا يلا بينا. اول حاجه انا بعملها ايه؟ فكرني كده. اول حاجه بعملها انا برسم الماكس هيب بالقانون اللي انا عارفه ان ال بتاع ده. انا هبتدي مثلا بال15 لان هي اول عنصر اهي. تمام. وده الاي بتاعها 1. تمام. وهبتدي ان انا انزل كده اهو. عايز الليفت تشايلد هضرب 1 في 2 وهفضل بقى امشي بالطريقه دي. خلاص يعني اظن احنا عرفناها والمفروض حفظناها، فمش عايز افضل اكررها عشان بس وقت الفيديو. لو حد اتلخبط في حاجه يرجع الفيديو يسمع الحته دي تاني. تمام. واللي اتلخبط فيها ممكن عادي يبعت لي وانا هفهمه يعني بشكل ان شاء الله يعني. طيب تعالى بقى نمشي على الرسمه اللي هم رسمينها هنا، واقول ان انا بعد ما رسمت خلاص اهي هقوم ضايف في اول هقوم ضايف التن اللي هو طالبني اضيفها دي في اول مكان فاضي، في اول مكان ايه بقى متاح ليا ان انا اضيف فيه عنصر تاني. وهبتدي اقول ان هي العشرة هنا. تمام. هقول لك بس العشرة هنا يا باشا مش مش مكان مظبوط يعني، انا ده ما ينفعش هنا. فخلاص هقول لك اعمل لها سواب مع الايه، مع الايت. هتقول لي تمام بس هي لسه يعني اول ما هتتحط هنا هيبقى ده 10 وده 8. بس هنا دي المفروض تبقى تسواب مع الناين كمان لان هي اكبر من 9. فخلاص يبقى هحط هنا الناين وهعمل سواب فعلا اهو، وهخلي التن هنا اهو.
هتقول لي طب هي كده بقت تمام، هقول لك اه دي ال15 تحتيها 10 تحتيها 9 تحتيها 8 و1. اه لا ده كده مظبوطه فعلا. هقول لك بس يبقى احنا كده عملنا لها هيبيفاي. تمام تمام. يبقى بعد ما ابص عليها بعد ما بقت هيبيفايد هبتدي ان انا استخدم نفس القوانين علشان احطها المره دي في الاري بشكل مظبوط. وابتدي ان انا احط هنا ال15، احط هنا ال13، احط هنا ال10 وهكذا بالاري اللي هي موجودة هنا اهو. الحاجات دي بس محتاجة نحل عليها مرة واتنين وتلاتة. انا عارف ان هي يعني لحد ما يعني بتاخد وقت شوية، هي فعلا بتاخد وقت، بس يعني لو حلينا مسألتين تلاتة هنبقى حفظنا الطريقة. فطالما حفظنا الطريقة يبقى خلاص هنحلها بسرعة. ندخل كده في السريع على الاسايمنت التالت او البتاع ده. انا عايز اعمل هنا extract. يعني ايه؟ يعني انا هشيل مثلا عندي فين هو طالب extract. هو هنا طالب الدي كيو ان انا اعمل دي كيو للروت اللي هو ال15. فطيب تعالى نعمل نشيل ال15 دي كده ونقول انا في الحالة بقى بتاعت ان انا بعمل دي كيو او بعمل extract او بريموف النود. ببتدي ان انا اعمل سواب لايه؟ لاخر عنصر انا ضفته مكان ايه؟ مكان النود اللي اتشالت. تمام. طيب بحط ال1 هنا اهو. تمام خلاص ده ال1 ما بقاش هنا، هحطه هنا اهو وابتدي اشوف هو المفروض يت... لو انا عملت كده المفروض يتسواب مع مين؟ يسواب مع اكبر رقم. او بمعنى اصح المفروض ال13 دي اللي تسواب مكانه. هو ال9 ولا ال13؟ اكيد ال13 اكبر، فهي اللي هتسواب تبقى فوق. تمام. فال13 هتسواب وتبقى هنا، وهاجي انا اخد ال1 ده اقوم حاطه مكان ال13. طيب هيحصل نفس المشكلة. ال1 دي هتبقى هنا اهو. تمام ادي ال1 هنا اهو، وهنا في رقمين. هيبقى يعني لازم اغير ال بسم الله الرحمن الرحيم. اعمل ال 12 دي اعمل لها سواب مع ال1 اللي بقى هنا. فهيبقى هنا بقى في 1. تمام. وبقى في هنا 6 وايه و2. هاجي انا اعمل ايه؟ هاجي انا اخد اكبر رقم برضو تاني اللي هو ال6 واعمل له سواب مع ال1 اللي بقى هنا، وهيبقى ال1 مكانه بالشكل ده هنا اهو. تمام. فانا كده عملت لها حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها هيبيفاي. فبقت بالشكل ده اهو. تمام. يبقى انا شلت تمام ده وفضلت اعمل له سواب. كده عملت له سواب هنا وبعد كده عملت له سواب هنا، وكل مره بسواب الرقم اللي تحت اللي هو الكبير المفروض بيطلع فوق علشان يتعمل لها بيفاي تبقى مظبوطه بالشكل ده، واحطها في الاري بالشكل ده. تمام. طيب هنا بقى هو بيقول لي build max heap اصلا بقى من الاول. ودي هي برضو يعني هتاخد شويه وقت. يعني هي البيلد ماكس هيب هتاخد شويه وقت معايا، ولكن لازم اعملها خطوه خطوه ستيب باي ستيب. اول ستيب معانا هي 5. تمام. وبعديها 3. فهحط اول حاجه عنصر هحط ال5 اهو هنا اهو. بعد كده هحط تحتيه 3 عادي جدا. تمام. هسأل نفسي بقى كل مرة كل خطوة هسأل نفسي is it a max heap؟ اقول لك اه هي ماكس هيب. ليه؟ لان انا عندي هنا ال5 تحتيها 3 كده الوضع طبيعي. هقول لك تمام ضيف لي العنصر اللي بعد كده ال17. هتضيفه فين؟ هتضيفه في الحتة اللي بعدها اللي هي هنا اهو. هقول لك ادي 17. هسأل نفسي is it a max heap؟ اوبا دي مش ماكس هيب. هتقول لي ليه؟ هقول لك المفروض ال17 يبقى فوق الخمسة. هقول لك تمام اعمل سواب يلا. عملت سواب وال17 بقت فوق وكده بقت ماكس هيب. تعالى يلا بعد ال17 في مين؟ في ال10. هضيف ال10 في اقرب مكان متاح. اقرب مكان متاح اللي هو فين؟ اللي هو هنا. وهفضل هحطه هنا. هسأل نفسي is it a max heap؟ هقول له ايه؟ لا it's not a max heap. فهاجي اقوم واخد ال10 واعمل لها سواب هنا. is it a max heap؟ هي برضو مش max heap. فانا محتاج اخد ال10. لا هي ثواني. هي ماكس هيب يبقى خلاص. هي طالما هنا ازيتا ماكس هيب لان ال17 هي اكبر من ال10 وكل حاجه تمام، فانا مش محتاج اعمل سواب تاني خلاص. طيب هاجي بعد كده اضيف ال84 وهضيفه في اقرب مكان متاح اهو هنا اهو. ازيتا ماكس هيب؟ no it's not a max heap because 10 is smaller than a
الرقم اللي تحتيه، فهبتدي ان انا احطه هنا. وبعد كده هبص هلاقي ان ال 84 اللي هنا اصغر من ال 17، فابتدي اعمل لها سواب مره تانية عشان ال 84 تطلع فوق، وهكذا بقى همشي بنفس السيكونس في كل الحاجات دي. وبعد كده بعد ما اخلص خالص واوصل للماكس هيب التمام المظبوط، هبتدي ان انا استخدم القوانين عشان اعملها في اري بالشكل ده. تمام، دي الأسئلة. تمام، دي يعني 4 أنواع من الأسئلة. ده سهل جدًا وده سهل جدًا، وده سهل برضه بس هياخد شوية وقت، وده اللي ممكن يلخبط شوية بس محتاج إن أنا أحله مرة و2 و3 عشان أفتكره. بس دول ال4 أسئلة اللي هييجوا في الMax Heap. تمام، وده شرح مبدئي بس، وده شرح برضه يعتبر أنا بس مجرد بافهّمك أنت يعني إيه binary tree وإيه صفاتها، وهنا باعرّفك الinsertion في الMax Heap بيتم إزاي، لكن الأسئلة بتيجي بالشكل ده زي ما أنت شايف أهو. اللي وقع منه حاجة ممكن عادي يعيد الشرح تاني ويعيد الفيديو تاني. الفيديو مش صغير، هو لحد دلوقتي حوالي 26 دقيقة بس. طيب، الكومبلكس دي تتحفظ عادي جدا يا جماعة. يعني اكيد بقى مش هشرح فيها حاجة، خلاص هو بيقول لك الهيبيفاي بياخد كذا، احفظها عشان تبقى تمام. طيب ان شاء الله في الفيديو الجاي هبتدي ادخل على ارخم حتة سنة يمكن الناس بترخم بيها، وانا زي ما قلت في الفيديو اللي فات انا بدأت بأسهل حاجة اللي هي السيرش. تمام، وبعد كده دخلت في الهيب، وبعد كده هبتدي بأرخم حاجة علشان ابتدي من السهل للصعب ان شاء الله. فان شاء الله في الفيديو الجاي هنبتدي بالرننج تايم versus الاوردر. بس كده.